عايز تختار جامعتك؟ تعال اقول لك ازاي. كتير من اولياء الامور بيكلموني ياخدوا رايي في الجامعه دي ولا دي، طب الكليه دي او دي، وتحس كده انهم عايزين يحققوا احلامهم في ولادهم. تيجي تسال الشباب في الزمن اللي احنا فيه ممكن تلاقيهم بيختاروا الجامعه على حسب اصحابهم رايحين فين ولا جنب بيتهم ولا لا، او ممكن تعمل زي والدي لما اختار اسماعيليه عشان بيحب المانجا. بحبك يا حاج. ناس تانية بتختار الجامعه على اساس الترتيب الاكاديمي او السمعه الدوليه، وده صح جدا ولكن مش كل حاجه. طب انا ليه بقول لك كده؟ لان نقطه البدايه ولا هي الجامعه ولا هي الكليه ولا زي زمان سباق لكليات القمه، لان ببساطه الزمن اتغير. مش مصدقني؟ تعال اقول لك شويه ارقام. انا مواليد السبعينات، وعايزك تتخيل اني ناقشت والدي مواليد الثلاثينات اللي حضر الحرب العالميه الثانيه موضوع اختياري للجامعه في التسعينات، والانترنت بيطرق الابواب. ربنا يخليك يا حاج. حضرتك بقى مواليد السبعينات عايز تناقش ابنك او بنتك اللي هم جين زي في اختيار الجامعه، والذكاء الاصطناعي بيطرق الابواب. ده اسمه كلام؟ حضرتك لسه فاكر الجامعه يعني محاضرات وكافيتيريا، والبهوات عاوزين يعرفوا ايه اللي ممكن يخليهم يعملوا مشاريع ويفتحوا ستارت ابس وهم في سنه ثانيه جامعه. الخلاصه اننا لازم نتكلم وننبه حضراتكم يا ساده، اختيار الجامعه مش هو نقطه البدايه، البدايه هي اختيار التخصص. احنا في عصر الانترنت والذكاء الاصطناعي والعلوم البينيه، وفي تخصصات محتاجينها في سوق العمل عماله تتخلق، حضرتك ما تعرفش عنها اي حاجه. انا ذات نفسي لو ما كنتش دكتور في الجامعه كنت هبقى قاعد جنبك على كنبه نعيم الجهل. اختار لابنك مستقبله؟ الاجابه ما بقاش ينفع. الحل، وانا هنا بكلم ابني وابنك، انك تعرف الاربع خطوات اللي هتحطك على الطريق المظبوط وتعرف من خلالها ازاي تختار تخصصك، وده هيبقى موضوع الفيديو اللي جاي. انا مصطفى ابو السعود، ودي كانت في 60 ثانيه. استنوني الحلقه الجايه. سلام.